الإمام الشافعي رضي الله عنه أحد أهم العلماء في التاريخ الإسلامي. أهلا وسهلا فيكم أعزائي، تفضلوا معنا بزيارة لمسجد وضريح الإمام الشافعي رضي الله عنه. هو محمد بن إدريس الشافعي، ولد في غزة عام 150 للهجرة، وانتقل إلى مكة وهو عمره 2 مع أمه بعد أن توفي أبيه وهو صغير في السن. واهتم الإمام الشافعي بالعلوم الشرعية منذ صغره، وقد سمح له بالإفتاء وهو دون 20 من عمره، وانتقل في شبابه إلى المدينة المنورة للسماع من علمائها، منهم الإمام مالك بن أنس، الإمام مالك الشهير طبعا. ثم عاش فترة في اليمن وعمل قاضيا هناك، ثم انتقل إلى بغداد، ثم عاد إلى مكة ودرس فيها لحدود 9 سنوات قبل أن ينتقل مرة أخرى إلى بغداد. وفي بغداد في فترته الثانية في بغداد أسس مذهبه الأول، مذهب الشافعي الأول، وألف العديد من الكتب في تلك الفترة. ثم انتقل إلى مصر وتراجع في مصر عن العديد من المسائل التي كان قد أفتى بها في بغداد، وأسس مذهبه الثاني، المذهب الشافعي الجديد. المذهب القديم كان في بغداد، والمذهب الشافعي الجديد أصبح في مصر، وقال بأن المذهب الجديد في مصر هو الصحيح، وأمر أتباعه بعدم اعتماد مذهبه القديم. عاش الشافعي في مصر حوالي 5 سنوات قبل وفاته عام 204 للهجرة، وهو في حدود 54 من عمره، ولكن بقي علمه لقرون وقرون حتى يومنا هذا. المذهب الشافعي هو أحد المذاهب الأكثر انتشارا في العالم الإسلامي. وبعد وفاته دفن هنا في القاهرة، ثم تم بناء المسجد لاحقا بعد ذلك. ومن أبرز إنجازات الإمام الشافعي أنه قد ألف كتاب الرسالة، الذي يعتبر أول كتاب قد ألف في علم أصول الفقه، والذي على أساسه يعتبر الكثيرون أن الإمام الشافعي هو المؤسس الحقيقي لعلم أصول الفقه. هندخل حاليا على ضريح الإمام الشافعي. وإلى جانب علومه الواسعة في الفقه والحديث، كان للشافعي إلماما وإتقانا كبيرا للغة العربية، وكان أيضا يعد من علمائها. وقد تعلم الشافعي فنون الرماية منذ صغره، فكان أيضا يعد راميا ماهرا. وقد اشتهر الشافعي بذكائه الشديد وبتواضعه وبكرمه. وينتشر الآن المذهب الشافعي في شتى بقاع الأرض على جميع أنحاء العالم الإسلامي، ويعتبر من أكثر المذاهب السنية المعتمدة في العالم الإسلامي، إن لم يكن الأكثر انتشارا. ونذكر بعضا من أبرز علماء الشافعية على مر العصور: الإمام أبو حامد الإسفرايني، أبو إسحاق الشيرازي، أبو المعالي الجويني، أبو حامد الغزالي حجة الإسلام، الفخر الرازي، العز بن عبد السلام، الإمام النووي، تاج الدين السبكي، سراج الدين البلقيني، جلال الدين السيوطي، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المدفون هنا أيضا، شمس الدين الرملي، والكثير غيرهم. وبعد الإمام الشافعي سنتوجه لقبر وضريح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، الذي ولد في مصر ومات فيها. ولد عام 824 للهجرة وتوفي عام 926 للهجرة. درس في الأزهر وله مؤلفات كثيرة، منها في علوم الفقه، ومنها في علوم الحديث، ومنها في علوم أصول الفقه، ومنها في علوم العقيدة، ومنها في علوم القرآن والتفسير، ومنها في علوم التصوف، ومنها في علوم اللغة، حتى أصبح يعد الآن من أبرز علماء الشافعية على مر العصور. إذن هذه كانت زيارتنا لمسجد وضريح الإمام الشافعي وضريح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وقصة الإمام الشافعي وسريعا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. شكرا على متابعتكم. كان معكم فاروق الزعبي، وإلى اللقاء.